وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا النهار غادي نصوب مجموعين طبق المقروطة أو ما يسمى بالمعقودة. خليكم معايا باش تاخذوا المقادير والطريقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات فردوس. تبعوا معايا هذا النهار غادي نديروا واحد الوصفة سميتها المقروطة أو كاين اللي كيقول لها المعقودة. المهم الوصفة هي كالتالي: كنحتاجوا 1 كيلو ديال البطاطا يكون مسلوق ومحكوك في حكاكه رقيقه. كنحتاجوا معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال الابزار. عندنا 3 ديال الضروس ديال الثومه محكوكين، وهنا معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الملحه، واحد شويه ديال الحامض مصير. كنحاولوا نديروا غير 4 حامضه، ناخذوا لها دوك القشور ديالها نقطعوهم هكا على طريفات صغيورين. قزبور ومعدنوس حتى هو مقطع صغير. المهم بدايه ديال الوصفه هي هذه، خليكم معايا غادي نوريكم الطريقه الكامله. كنشدوا هاد العطريه كنديروها على هاد البطاطا وكنحركوا، كنخلطوا هاد العطريه مع هاد البطاطا حتى كتنسجم العناصر مزيان. نمروا دابا لطريقه صنع واحد لاصوص اللي كيرافق هاد المقروطه. لاصوص ديالنا اللي غنرافقوه للمقروطه كنحتاجوا فيه واحد 3 ديال المطيشات محكوكين ولا مطحونين، المهم يكونوا هكا. بصله وحده صغيره رقيقه. وبالنسبه للعطريه عندنا هنايا شويه ديال الثومه وشويه، المهم 2 ضروس ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار، ورقه موسى كما العاده. هنا انا استعملت، يمكن لكم ديروا معلقه كبيره ديال مركز طماطم، انا ما كنستعملوش عاده. هذه وصفه غادي ندرجها لكم في القناه ان شاء الله، كتعوضنا على مركز الطماطم. الفلفله كنشدوها كنديروها على هذه الطريقه ونديروها في المجمد كنستعملوها. المهم نكملوا بقيه المقادير. هنا غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال زيت العود. المهم كنديروا كلشي في كاسرونه. البصله ديالنا كنقطعوها رقيقه، توابل، ومطيشه. كنديروا كلشي على البوطه، كنخليو الصوص ديالنا حتى كيعقد ونطفيو عليه. العجين ديال المقروطه غادي نحتاجوا له 1 كاس ديال الدقيق الابيض فرص، 1 قريصه ديال الملحه، وشويه ديال الخميره معجونه، وشويه ديال الخرقوم البلدي. المهم نتوما غادي تذوقوا لاصوص ديالكم، الا كان مالح بزاف بلا ما ديروا لهاد العجينه الملحه. ونفس المقدار ديال الطحين غنديروه ديال الماء، وغادي نخلطوا العجين ديالنا. ها نتوما كتشوفوا كي كيجي على هذا الشكل. غادي نخليوه يرتاح شويه حيت راه فيه الخميره، غير بما نشوفوه زعما بدا كيطلع شويه صافي نبداو نخدموا به. بالنسبه لهذا العجين راه كاين اللي كيبغي يدير فيه شويه الهريسه، انا من المحبين ديال الهريسه، راني هذا اختياري، انا كنزيدها، ولكن اللي ما بغاش ماشي مشكل ما يزيدهاش. المعقوده ديالنا ملي كورناها درناها على هذا الشكل ونديروها في الثلاجه. هذه نصيحه مني باش ما تجيش تفرتت لكم في المقله. ديروها في الثلاجه على الاقل واحد نص ساعه المكانه، بما تصوبوا لاصوص وبما تصوبوا ديك العجين كتكون هي صافي شدات راسها في الثلاجه واستعملوها. بالنسبه لهاد المعقوده راه كاين اللي كيدير فيها البيض، انا راني ما درتش فيها البيض، كنديرها غير هكاك. المهم اللي بغى يدير بيضه وحده في المكونات ملي كيجي يدمج هاد العناصر البطاطا والتوابل، اللي بغى يدير بيضه وحده راه غيديرها. ديالنا درناها فوق البوطه، العجينه صافي هي صبحات واجده. كما كتشوفوا كنهزوا هذا كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو جميع هاد الوحدات اللي عندنا هنايا.
طبق نشاف كنبقاو نحطو هاد الوحدات ديالنا. الطبق ديالنا الشكل النهائي ديالو كيجي هكا، هانتوما كتشوفوا الصوص طوماط ديالنا ها هو راه كيجي خاطر. هاد المعقوده يمكن نرافقوها مع اطباق السمك، ويمكن لنا نديروها ساندويتشات كتجي زوينه ولذيذه. الحلقه ديالنا وصلت النهايه ديالها. الا عجبكم الفيديو دليو بالاعجاب ديالكم في العلامه ديالها اسفل الفيديو. خليتكم على خير وبخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.